اهلا بيكم، انا اسمي حماده ودلوقتي هنبدا مع بعضنا اول درس من سلسله الكورس الصيفي. طيب لو بتسمع حد بيقول لك ما تسمعش فيديوهات، ما تتفرجش عليها، مش هتفهم، مش هتستفيد حاجه، تعال روح بره احسن. يا سلام، ما انت بالك قد ايه وتروح، مع ذلك لحد دلوقتي مش فاهم وعندك الدنيا معقده خالص، ومجرد تسمع كلمه انجليزي بتتضايق من نفسك. بص، ما تسمعش كلام حد ولا حد تسمع كلامي، لو ما استفدتش روح، لو ما فهمتش مني حاجه روح. انت مش هتخسر حاجه ولا انا هدفع عن حاجه في الفيديوهات دي، لكن لو استفدت ولو فهمت وده اللي انا عايزه فتعالوا نبدا مع بعضنا اول درس. اهلا بيكم، لو انت مكمل لحد دلوقتي فانت تعرف انك اخترت صح. ودلوقتي تعالوا نبدا مع بعضنا بالسبجكت بروناونز، ضمائر الفاعل. احنا مش محتاجين اسم في حاجه، اللي هما I, he, she, it, we, you, they. I طبعا معروف معناها انا، he معناها هو، بتكلم عن شخص عاقل مش موجود، مفرد. he, she معناها هي. it بتيجي مع غير العاقل، يعني اي حاجه غير الانسان، حيوان it، شيء جماد it، اي حاجه غير الانسان تبقى it، غير الانسان اكيد عاقل. يعني it ديت معناها هو او هي. ازاي الكلام ده؟ يعني لما اجي مثلا اقول لك مثلا الاسد بيجري ورايا، اقول لك ايه ده؟ هو كان بيجري ورايا، قلت لك ايه هو، مع انه غير عاقل هنقول it. انا شرب القطه لبن، هي صعبان عليا، قلت لك ايه هي. فإت معناها هي او هو بس الغير عاقل، ومعناها نحن، احنا كده بربطة المعلم. يو معناها انت او انتم، يعني انت لوحدك اقول لك انت، اقول لك يو. انتوا كده برضو اقول لك يو. ازاي الكلام ده؟ ده احنا في العرب نقول انت يبقى معروف اللي هو شخص واحد بيتكلم، انتم معناه جمع، في ناس كتير بكلمها. انما في الانجليزي اميزها ازاي؟ بص، مفيش اي تميز في الكلمه نفسها، هي يو زي ما هي، مفيش منها تميز. طب هميزها ازاي؟ على حسب الموقف. لو لقيت شخص بيتكلم واحد لوحده بيقول يو، يبقى اكيد بيقول له انت لوحدك. لقيت حد بيكلم ناس كتير او بيخاطب ناس كتير يقول لها انتم. بص معايا كده. They did that because you were special. They did that because you could take it. They did that because you could carry it. دلوقتي هو بيخاطب شخص واحد يقول له يو، يبقى معناها انت ولا انتم؟ معناها انت. طب لو حد بيخاطب ناس كتير هيقول لهم ايه؟ يو برضه. اسمع كده. You get nothing. You get what you have earned. طبعا هنا جنسنا بيخاطب الجمهور، ناس كتير هو بيقول لهم برضه يو انتم. هعرف منين؟ هعرف على حسب الموقف، يا بيتكلم شخص واحد يا بيتكلم ناس كتير. داي معناه هم، هم كده، هم او هن، شايف دول؟ هم دول، تمام كده؟ طيب ما اعتقدش ان هنا في اي مشكل خالص. ودلوقتي هناخد مع بعضنا فعل الكينونه. ايه فعل الكينونه دي؟ كينونه اللي هو يكون، اكون، تكون، نكون، وهكذا. to be. إيه يعني مش فاكر. verb معناها فعل، be معناها الكينونه، يكون. امال ايه دول اللي في النص ديت؟ بص معايا، انت عندك الفعل في اللغه العربيه في القاموس، او انت حتى بتلاقيه في شكله كده، بتلاقيه مكتوب ازاي؟ في صيغه المفرد المذكر الغائب، اللي هو مثلا فعل زي يلعب، بتشوفه كده تلاقيه مكتوب ايه؟ يلعب، يصلي، يذاكر. تمام؟ ما تجيش مره تلاقي يصلون، اصلي، تصلي، بتلاقي يصلي. في الانجليزي نفس الكلام، بتلاقي قبل الفعل قبليه تو، ده في القاموس، لكن مش في الكلام عادي يعني. تمام؟ بتلاقي مكتوب قبليه تو، يعني عندك مثلا يلعب يعني ايه؟ بلاي، هتلاقي مكتوب تو بلاي. مثلا تيتش بيعلم او بيدرس، هتلاقي مكتوب تو تيتش. تمام كده؟ فالفيرب تو بي معناها فعل الكينونه. طيب يعني بي دلوقتي معناها يكون او اكون او تكون او نكون، ماشي. يعني انا دلوقتي لو عايز اقول لك مثلا ايه؟ هو يكون صاحبي، اقول لك مثلا ايه؟ he be my friend. او عايز اقول مثلا انا حماده، اقول I be حماده. او اقول مثلا we be relatives، احنا قرايب. بص هو مش كده خالص. فعل be ده فعل شاذ التصريف، يعني ما ينفعش يتحط زي ما هو كده. هو بيتحط كده في حاجات تانية بس يعني مش محتاجينها دلوقتي خالص، تمام؟ ممكن نحتاجها بعدين. المهم دلوقتي ان الفعل ده عباره عن 3 افعال في تصريفاته، am is are. الثلاثه دولت هما الفعل، يعني اكن اب وعنده 3 عيال. اصغر واحد اسمه am، المتوسط is، الكبير are. طيب هنصرفهم ازاي مع الضمائر؟ نفس الشكل. am صغير خالص هيجي مع مين؟ مع I، فتبقى I am. إذ المتوسط هيجي مع مين؟ هيجي مع المفرد الغائب، هي وشي وإت. طيب الجمع ار،
هيجي مع الكبير، هو الكبير هيجي مع الجمع. مين الجمع عندك؟ يو وي ذي. قشطه كده؟ يعني لو عايز اقول مثلا انا حماده اقول ايه؟ I am حماده. عايز اقول هو صاحبي اقول he is my friend. عايز اقول احنا قرايب هنقول we are relatives. قشطه كده؟ طيب فعل الكلمه دي اللي هو verb to be ده اصلا في اللغه العربيه ملوش ترجمه، يعني ما تجيش مثلا اقول لك ايه؟ انا اكون حماده، نقول على طول ايه؟ انا حماده. انما في الانجليزي الجمله لازم يكون فيها فعل. طيب الجمله بتتكون من ايه؟ عندك جمله زي دي I am حماده بتتكون من ايه؟ فاعل، بعد كده فعل، بعد كده مكملات الجمله، مفعول، جر ومجرور، ظرف ومضاف، اي حاجه. المهم لازم يكون في فعل في الجمله، مفيش جمله ما ينفعش تقول جمله كده من غير فعل. يعني ممكن تقول ايه؟ حتى بالعربي تقول ايه؟ مثلا انا اصلي العصر. ممكن تقول شيل المفعول تقول انا اصلي، فهمت والله. ممكن تقول العصر يصلى مبني المجهول، استخدمت برضه فعل. يبقى ينفع اقول مثلا ايه؟ انا العصر؟ مفيش، الفعل لازم فيه فعل في اي جمله في اي لغه. تمام؟ فانت لو جيت قلت جمله وعايز تترجمها وحسيت ان الجمله دي ما فيهاش فعل، اعرف ان الفعل ده هو فعل الكينونه اللي هو am is are. تمام كده؟ طيب am is are دلوقتي احنا عرفناهم بيجوا مع مين؟ am مع I وis مع المفرد وare مع الجمع. طيب لو قلت لك دلوقتي my friends اختار مين؟ مثلا my friends نقط مثلا friendly، صحابي كويسين، عاطفيين، ودودين، صاحبه يعني. اقول ايه؟ اقول am ولا is ولا are؟ قلت friends يعني جمع، يبقى مين؟ are. لو قلت لك مثلا علي نقط my neighbor، علي جاري، هقول ايه؟ am ولا is ولا are؟ اقول is. فاحنا is مع المفرد، are مع الجمع بشكل عام. طيب دلوقتي لو عايز انفي، يعني جمله مثلا زي هو يكون صديقي، في اللغه العربيه هننفيها ازاي؟ هقول لك هو لم يكن صديقي، صح؟ يعني انفي مين؟ لم دي جت قبل مين؟ قبل يكن، قبل الفعل. ينفع اقول مثلا لم هو يكون صديقي؟ ما ينفعش. ينفع اقول هو يكن لم صديقي؟ ما ينفعش. يبقى انا كده انفي مين؟ الفعل. الفعل عندنا مين؟ am is are بالظبط. طب لم ديتي اللي هي النفي احطها مع مين؟ احطها مع الفعل، هتبقى am not is not are not. يعني لو عايز اقول دلوقتي مثلا انا مش علي، انا مش اسمي علي، هو ايه؟ I am not علي. عايز اقول لك مثلا هو مش صاحبي، اقول لك he is not my friend. بنحطها بعد الفعل not. تمام؟ not دي معناها مش، بس نحطها بعد الفعل. we are not relatives احنا مش قرايب. وبرضه ممكن تختصر is not isn't، ممكن تختار are not aren't. تمام كده؟ طيب دلوقتي انت هتسال نفسك سؤال، هو انا مش وانا بصرف الفعل بنحط اس واي اس واي دي اس؟ الكلام ده لو فعل عادي، انما احنا دلوقتي بنتكلم على الفيرب تو بي، دي فعل شاذ. الشرح ده تبع زمن المضارع البسيط، انا كنت شارحه قبل كده ومنزل كلام على الفيس او على اليوتيوب. تمام؟ ما تروحلوش دلوقتي، انا هنزلها واشرحها هي لوحديها. تمام؟ الجزئيه دي احنا هنمشي واحده واحده، ما تستعجلش ولا تجري على اي حاجه. انا بس عايزك تفهم كل حاجه انا هشرحها وهنمشي مع بعضنا خطوه بخطوه. بس كده درس النهارده خلص. لو فهمت اعمل لايك وسبسكرايب، لو ما فهمتش اعمل شير، ولو عايز تفيد اي حد وتكسب في خير ممكن تعمله منشن، ولو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات. بس كده، سلام.